السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل تفسير رؤيا الملح في المنام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال. الملح لو جميل وأبيض وشكله حلو فده معناه أموال وأرزاق. أما لو شفت الملح شكله مش حلو ولونه أسود فده معناه أحيانا بيدل على المرض أو مال حرام. أما لو شفت الملح مرشوش في مكان معين فده بيدل على مرض يصيب أهل هذا المكان. يعني الملح له تفسيرات كتيرة حلوة وتفسيرات أحيانا وحشة. والملح بيدل على الصلح بين المتخاصمين، يعني بيدل على الصلح في بعض الأحيان. أما لو شفت في رؤية إنك لقيت ملح كتير في البيت عندك فجأة كده فده معناه إيه؟ معناه ورث قادم إليك أو أموال قادمة إليك. ونزول الملح من السماء فده معناه لو كنت مريض فده شفاء، فده معناه شفاء من مرض. وتفسير رؤيا الملح في المنام ممكن تكون بعضها كويسة وبعضها غير محمودة. فقدان الملح في المنام يعني لو شفت حد أخد منك ملح غصب عنك وانت زعلان فده معناه ايه؟ بيدل على مشاكل وخصومة بينك وبين حد معين، وتعتبر رؤية تحذيرية، والله أعلى وأعلم. أما نزول الملح من السماء فده معناه لو كنت مريض معناه شفائك من المرض. تابعوني حبايبي ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.